اهلا وسهلا بيكم. الفيديو ده معمول ازاي لما تبص في سؤال الصيغه القياسيه والصوره الاسيه تحله بسرعه سريعه جدا يا فوزيه. ازاي بقى؟ بص معايا وانا اقول لك. لما يطلب مني الصيغه القياسيه، تمام، لقوة العدد 10، لقوة العدد 10 تلاقي عايز الصيغة القياسية. طيب الصيغة القياسية بيبقى عدد سادة يا أستاذة هنية، يعني عدد ما عندوش أس أصلا، الخمسة اللي فوق دي مش موجودة. يعني أنا مهمتي دلوقتي إن أنا أقضي على الخمسة دي أمشيها خالص. طب أعمل إيه؟ بكل بساطة أنا عايزك تاخد الواحد ده تنزل بيه على السطر. لما يبقى واحد يبقى الموضوع سهل جدا. اخدت نزلت بقى سطر لسه فيه صفر اس خمسة، اكتب الصفر ده 5 مرات بقى. صفر اس خمسة اكتبه 5 مرات، صفر نكتبه 5 مرات. ادي 1 2 3 4 5. جميل جدا، يبقى الاجابة بتاعتي طلعت كام؟ 100,000. شكرا. طيب تعالى معايا هنا، بيقول لي 7 ضرب 10 أس 4. انت عايز مني ايه؟ قيمة المقدار التالي ده كده أسية. أنا عايز أكتبها بالصيغة العادية، كأنك بتقول 7 ضرب 1 بكام؟ ب7 يا مستر. طيب والصفر جه كم مرة؟ بص أهو والله العظيم 3. الصفر جه كم مرة؟ 4 مرات. طيب أدي 1 أدي 2 أدي 3 أدي 4. الإجابة بتاعتي طلعت 70,000. مبروك يا جماعة. بس طب يلا بينا نشوف الأخيرة دي. مستر أنا عندي مشكلة جامدة جدا. إيه هي؟ هنا مفيش واحد. بسيطة خالص. لما ما تلقاش الرقم الأخير اللي هو على الشمال يا منال ما يكونش بواحد، تعمل ايه؟ تكتب ال9 ضرب 10، خليها ثابتة في دماغك. بس دلوقتي ادي 9 ضرب 10 عشان اجيب الصورة الأسية. طيب 9 ضرب 10، طب الأس يبقى كام يا مستر؟ عد الأصفار يا منار. ادي 1 2 3 4 5. يبقى 9 ضرب 10 أس 5 اللي هي الإجابة هتبقى الأولى. طبعا الشرح بالتفصيل هيجي بعد كده.